السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. أبدى الدولي الجزائري أمين جويري سعادته الكبيرة لقيادة فريق أولمبيك مارسيليا للفوز أمام نادي أونجي أمس في الجولة الثانية عشر من ليغ 1، حيث شارك أمين جويري أساسيا هو والدولي الآخر الجزائري إسماعيل بن ناصر في مباراتهم ضد أونجي، والتي انتهت بفوز نادي مارسيليا 2-0. وقال أمين جويري في تصريحه لقناة دازن الألمانية إنه يستمتع بأوقاته كثيرا في ناديه الجديد الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة من الجالية الجزائرية. أشعر بأنني بحال جيد جدا، أستمتع في هذا الفريق، أعمل بجد كل يوم للحفاظ على مستواي وأن أكون منتظما. وأضاف اللاعب السابق لنادي رينا في حديثه عن زميله في الفريق ومواطنه إسماعيل بن نصر، وقال: اسما لديه الخبرة ويعد قائدا حقيقيا، إنه يعرف هذا النوع من المجموعة. وختم أمين جويري مهاجم الخضرة: بن نصر سيساعدنا كثيرا داخل وخارج الملعب، وسيعود علينا بفضل كبير. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.